السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ما نبدأ كلامنا هنصلي على النبي. أنا أم علي من قناة أكلات بسيطة. أنا بقى من الناس اللي بحب الأكل السهل السريع البسيط وكمان ما يكونش مكلف. النهاردة هنعمل رقاق طري باللحمة المفرومة وكمان مقرمش. يلا بينا نبدأ الطريقة. معايا ربع كيلو من اللحمة المفرومة، كوباية من الزيتون، نص فلفل أخضر وأحمر وأصفر، معايا بصلة متوسطة. ممكن تستغني عن الألوان دي كلها، تعملي فلفل أخضر بقى. البهارات نص معلقة من كل حاجة، قرفة، بابريكا، كمون، فلفل اسود، توم باودر وبهارات لحمه ومعلقه صغيره من الملح. معايا 8 رقات من الرقاق الطري، نص كوبايه من السمنه، 250 جرام من القشطه، مج ونص من الشوربه، نص من المج لبن. لو مش عايزه لبن ممكن تبدلي بالشوربه. اول حاجه هنعملها هنسخن الزيت ونحط عليه البصله، بعد كده هنقلبها لحد ما تدبل. متنسيش الشير واللايك والرأي الشخصي. اول ما لونها يغير على طول هننزل باللحمه، وبعد ما نحط اللحمه هنقلب اللحمه بس كويس علشان ما يكونش فيها تكتل. لو اللحمه بتاعتك جامده نطلعها من الفريزر، حط لها بس سنه ملح بسيطه هتفك معاكي على طول. تقعدي تقلبي فيها كده لحد ما اللون بتاع اللحمه يتغير، وبعد كده هتنزلي بالبهارات. البهارات دي بتعزز طعمها، يعني تخلي طعم اللحمه ذات نفسه جميل جدا. اما بالنسبه للقرفه في ناس كتير انا عارفه ان هي ما بتحبهاش، بس صدقيني لو حطيتيها على اللحمه بيكون طعمها جميل جدا وملهاش اي ريحه، بتعزز طعم اللحمه. هتقلبيها كويس لحد ما التوابل كلها تشرب من اللحمه، يعني ربع كوبايه من الشوربه. هتقلبيها تقليبه بسيطه وتروحي مغطيها على درجه حراره متوسطه، وتابعيها كل شويه علشان ما تشطش منك. بعد بقى ما تخلص اللحمه تشرب الشوربه بتاعتها وتستوي، تحطي الفلفل على طول وتكوني خلاص طفيتي النار. هتديله تقليبه بس كده بسيطه عشان الفلفل كمان لسه هيستوي واحنا بنسوي الصينيه في الفرن. ويلا بينا نعمل الرقاق. اول حاجه هتكوني مسيحه طبعا السمنه وتدهني الصينيه كويس، وبعد كده هتجيبي واحده من الرقاق وتحطيها في قلب الشوربه، وبعد كده هتحطيها في الصينيه، وهكذا هتكرري الموضوع ده مع اللي بعديه. لو عندك اي حاجه مقطوعه ولا اي حاجه هتحطيها في النص. انا هنا مشغله الفرن على درجه حراره 180. الصينيه دي مقاس 30. زي ما انت شايفه انا بحط الحاجات متقطعه في النص. انا عايزه بس اول قطعتين من تحت يكونوا سلام، واول قطعتين من فوق يكونوا سلام، ودول طبعا 8 رقات، يعني هنقسمهم بالنص، 4 تحت و4 فوق. وبعد كده هننزل بكميه اللحمه وهنفردها كويس في الصينيه. هرص الزيتون كويس، فكره بسيطه علشان الزيتون ما يكونش حادق وانت بتاكليه في وسط اللحم. يعني هتجيبي الزيتون بتاعك وتنقعيه في طبق لمدة 10 دقايق، وبعد كده تستخدميه عادي. المية دي هتشيل منه الحدائق. انا هنا كده جبت الرقاق المتقطع وحطيته في النص زي ما قلت لك، وبعد كده هحطه في الشوربه، ومن الشوربه هحط عليه سمنه. اي حاجه عندي متقطعه بحطها في النص، وما تنسيش تقولي رايك علشان رايك يهمني. وهنا كده انا خلصت خالص، وبدهن بقية السمنة على الوش. لازم تحطي سمنة على الوش، واهم حاجة تدهني الصينية كويس من تحت ومن فوق. انا هحط الصينية في الرف اللي في النص على درجة حرارة 180. ازاي انا هعرف ان الصينية استوت من تحت؟ هتلاقي الجناب بتاعتها كده لونها غير واحمر. انا هنا كده هحط القشطه. طبعا في ناس لو مش عايزه تحط القشطه ما تحطهاش، تقدر تستغني عنها. هتقطعي الصينيه قبل ما تحطيها، وبعد كده هتشغلي الشوايه وتحطيها بس لمده 5 دقايق، وكل شويه تبصي عليها وهتلاقيها احمرت على طول من غير حتى القشطه. انما لو هتحطي قشطه هتقطعيها برضو، حطيها برضو في الشوايه لمده 5 دقايق، وهتبصي عليها كل شويه، لان القشطه بتديها لون بسرعه وبتخليها تحمر. طبعا هنا انا بقطعها التقطيع اللي انا عاوزاها، وبعد ما اقطعها احطها على طول في الفرن. بعد ما طلعت من الفرن انا على طول سلكتها. المهم ما تنسيش انك انت بعد ما تطلعيها من الفرن تستوي على طول
تغطيها لمدة 10 دقايق او ربع ساعة علشان تعرفي تمسكيها كويس، ما تكونش مفرفولة معاكي ولا اي حاجة. وهنا كده بعد ما خلصتها خالص، بصي هي طعمها جميل جدا وحلو، مقرمشة من تحت وكمان مقرمشة من فوق، ومن النص طرية وتعرفي تاكليها وتمسكيها، ولونها جميل قوي من تحت. تقدري تقدميها مع شوربة خضار او تاكليها كده عادي وتقدميها كمان مع ممبار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.